بس في حاجة برضو مهمة جدا، احنا طبعا مرتبط عندنا رمضان بالقطايف والكنافة والحلويات الشرقية بتاعتنا في مصر اللي الناس كلها بتجيلنا وانا اول علشان واحده. عشان تاكل الحاجات يعني دي. بجد انا بشوف خناقات، يعني ببقى راجعة مثلا من الشغل قبل الفطار بحاجة بسيطة، وببقى شايفة الناس واقفة عند بتاع القطايف والحلويات بيتخانقوا جدا. ده بحس ان هم مكسلين ينزلوا يجيبوها بعد اه الفطار يعني. لا، ويجيبوا لك كذا صنف، ما هي ده برضو من العادات الغلط. الناس تقولي انا بشتري كذا صنف حلويات عشان اكله بعد الفطار. ما مم. هو برضو اوعيه، انت عايز تاكل حلويات مش لازم اجيب كميات كبيره غصب اوكي. عني، ما هي لو قصادي هاكلها. مم. فالكميه برضو والتخطيط للحاجه هو اللي بيفرق. ما تاكلش، ما مش همنعك، بس هتحدد ايام تاكل فيها، مش لازم كل يوم حلويات. وبرضو زي ما قلت لك ما خليش الحاجه قصادي على طول. طب انا انا برضو عايز. ليا نقطه زياده ماشي. اقول الحته ديت. في حته الحلويات احنا ما بنمنعش، بس الفكره كلها ما ينفعش اكون واخد وجبتي كامله متكامله، يعني واخد نشويات واخد سكري، وكمان بعد الفطار مباشره اروح راجع تاني واخد كميه حلويات كتيره ودهون مهدرجه والحلويات. مم. الفكره كلها دايما اقول للناس انت محتاج تاكل ايه النهارده، الاختيار. انا دايما بحب احط المريض في اختيار. اوكي. اختيار ازاي؟ انت تختار محتاج تاكل المحشي والرقاق والحاجات دي، يبقى مم. خلاص يبقى نتجنب بقى الحلو. لو انت عايز تاخد حلو يبقى هاخد كمية قليلة جدا على الفطار، مم. وبعد وجبة متكاملة اقدر اخد الحلو. يعني الفكرة كلها بفكر شوية بس قبل ما اكل، لكن ما ينفعش اكل بدون تفكير. افكر انا محتاج اكل ايه، حلويات يبقى اخد، وطبعا مش كل يوم، لان الحلويات الجاهزة دي مليانة دهون مهدرجة، مليانة سكريات، مليانة سكر فركتوز، وكل ده بيأثر على صحتنا وممكن يجيب لنا ده كبد دهني، وبيأثر وبيرفع لنا السكر. فكل التفاصيل دي لازم المريض نفسه يعرفها. عشان كده احنا دايما قبل رمضان في عياداتنا بنعمل حملات توعية، وبندي نصايح كتير، وبندي اختيارات كتير. مم. فالمريض لما بيحط تحت اختيارات او في عزومات بيعرف ياكل ايه وما ياكلش ايه.